اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم القراقيش اللي بالعجوه والساده، ان شاء الله تعجبكم. اولا هنجيب كيلو دقيق ونحط عليه 3 معالق سمسم، واللي حطيته الاول ده كان سكر، كان المفروض احطه مع الخميره بس نسيت، فحطيت معلقتين. المفروض احط 3 معالق كبار، حطيت معلقتين مع الدقيق وحطيت معلقه مع الخميره. فضيت كده كيس خميره فوريه في كوبايه، في نص كوبايه ميه دافيه، ما تكونش ميه سخنه عشان ما تبوظش الخميره، خليها نص ما تكون ميه دافيه بس. وقلبناها وحطينا عليها معلقه سكر وركناها على جنب كده، بنعمل تيست للخميره نشوفها شغاله ولا لا. بس وبعد كده رحت حطيت رشه ملح وقلبت الدقيق. وبعد كده هنحتاج كوبايه سمنه تكون سايحه، ما تكونش سخنه، تكون بدرجه حراره المطبخ، ماشي. وهنقلب كويس وهنضيف عليها كمان كوبايه زيت، ونفضل نقلب بقى كويس، نبس العجينة كده في ايدينا، ندعكها في قلب بعضيها كده، تكون ان شاء الله تبقى طرية وحلوة. بس بعد كده الخميرة ابتدت تعلى معانا، فعرفت خلاص ان الخميرة دي شغالة، فقلبتها بقى مع بعضيها. والعجين ده يعني هيحتاج مني كوباية ونص مية تاني، يعني كنا حاطين نص على الخميرة وهنكمل بنص تاني. يعني بصوا احنا مش هنحط كله مرة واحدة لان بتختلف من دقيق لدقيق، فهي احتاجت معايا كوبايتين دقيق ميه بالنص اللي انا حطيته للخميره، تمام. وبعد كده غطيتها وسبتها تختمر ساعه. احنا في الشتاء هتاخد ساعه، انما لو في الصيف ممكن ما كملش نص ساعه. وحطها في مكان دافي كده واغطيها بس. وبعد كده اطلع الخميره وكورها. عملت معايا 4 كور، ركنتهم على جنب وبفرد واحده كده، بفردها تكون مستطيله كبيره بس. وافردها بقى كده من كل الجناب، احاول اخليها زي مستطيله كبيره كده بس تكون متساويه من كل الجناب، واظبطها كده معايا. معلش هو التليفون هنا كان فصل مني شحن، فكملته وشحنته شويه وبعد كده شغلته. انا عملت يعتبر دي كان اخر جزء كده. انا بجيب العجوه بصبحها كده زي كفته طويله، واحط، شوفي لي انا عاملين العجين، انا عامله العجينه ازاي. وبعد كده بقفلها، باخد منها حته واقفلها كويس من تحت وابرمها كده. بس اهم حاجه ان انا اقفلها كويس عشان خاطر ما تفتحش مني وهي في الفرن بس. وبعدين اضغط عليها كده واجيب المردانه امشي عليها سنه صغيره كده، واقطع الحروف بتاعتها واقسمها سمبوكسات كده صغيره. ده هنا كان ياسين ابني كان بيساعدني، بيحط معايا في السجون. بس متنسوش بقى تعملوا لي لايك للفيديو، ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله تجربوها هتبقى عجبكم جدا. انا عيالي بيموتوا فيها بصراحه، كل اللي بدوق منها اي حد بتعجبه جدا. بس هكمل، انا كنت اصلا عملت نص الكميه ودي كانت بقيتها، بقفلها انا بقى اخر قطعه واخلص الكميه كلها. وبعد كده هرصها في الفرن في السجان كلها. هي بتاخد معايا 3 صواني، يعني زي ما انتوا شايفين كده، مش بلزق طبعا في بعضيها، بسيب مسافه بين كل واحده واحده عشان برضو لما تدخل الفرن. بس بجيب هنا رشه بضايه وعليها رشه فانيليا واضربها كده في بعضيها واعمل على وشها والسمسم بس. وحطيتها بقى في الفرن، سبتها تختمر بره بتاع تلت ساعة كده شوية. بعد كده حطيتها في الفرن على درجة حرارة 200، من فوق من تحت شوية، وبعد كده ببدل زي ما انتم ما شايفين بس. وطلعت دي الكمية كلها. انا طبعا حطيت بقى خلاص لما استوت حطيت كله مع بعض بس. ان شاء الله تعجبكم.